والله أنا ما عارف أقول إيه، فعلًا مش عارف أقول إيه. امبارح كنا في نفس اللحظة دي بنتكلم فيها على إن إحنا اتفرجنا على واحد من أحلى ماتشات دوري الأبطال بالنسخة الجديدة ما بين إنتر وبرشلونة، وكنت متوقع إن النهارده أتفرج على ماتش شبه كده أو فريق عنده الأمل إن أنا أرجع وإن أنا أحاول وإن أنا أكسب وإن أنا أهاجم وإن أنا أخطف التأهل من فريق تاني على الورق هو الأفضل، ولكن اتفرجنا على ماتش مش عارف أقول إيه عليه الماتش ده. ماتش مقرف، sorry. يعني فريق أرسنال، أنا عارف إن جماهير أرسنال هتزعل، بس فريق أرسنال ده فريق عِرّة، والله العظيم فريق عِرّة، فريق ما يصطرش واللي بيشجّعه ربنا يكون في عونهم، والله العظيم ربنا يكون في عونهم، لإن الفريق ده فريق مقرف وبيلعب كورة مقرفة. أسوأ ماتش اتفرّجت عليه في الChampions League حتى الآن، حتى في الknockouts والأدوار الإقصائية وماتشات المجموعات كان في ماتشات أحسن من الماتش ده بكتير. الماتش ده فعلًا ماتش وِحِش أوي، 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 أوي. السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ معاكم محمد عبد الموجود، وهنتكلم على فيديو جديد من مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في نصف نهائي دوري الأبطال، واللي انتهت بفوز باريس سان جيرمان وبمجموع الماتشين 3-1، وطبعًا بيتأهل إلى النهائي عشان يواجه إنتر اللي كسب امبارح برشلونة. قبل بس ما أكمل في الفيديو وأدخل في الكلام ده، قبل بقى اللايك والشير والسبسكرايب بالكومنتات والحاجات الحلوة دي اللي هي أمر مفروغ منه بقى يا جماعة، المفروض بقى إيه، أمر مفروغ منه، خلاص الناس عارفة وإن شاء الله هتعمل كده. أرسنال فعلًا كان كلام كتير أوي على إن أرسنال هو اللي يستحق الدوري الإنجليزي، أرسنال ضربته الإصابات، أرسنال ما أعرفش إيه، وأرتيتا يطلع يتكلم في المؤتمرات الصحفية إن أنا كنت الأفضل وأنا اللي أستحق وفريقي والكلام اللهبل العبيط. أنت فريق مقرف، يا عم اقعد، يا عم أرتيتا اقعد بقى، يا عم ارحمنا بقى من الهَس بتاعك والقرف اللي أنت بتقعد تقوله ده. إيه يا عم ده، إيه يا عم المستوى ده؟ إيه ده الفريق ده؟ فريق أرسنال اتعودنا نتفرّج عليه، على فكرة اللي بيتفرّج على أرسنال واللي بيتابع أرسنال واللي بيشجّع أرسنال عارف إن أرسنال بيلعب بالطريقة دي. أرسنال يلعب لك ماتش 2، 3 حلوين وبعد كده ياخد على وشه 10 ورا بعض عادي. فريق ما عندوش الconsistency، ما عندوش الاستمرارية إن هو يقدر يلعب طول السيزون بمستوى معيّن أو بمستوى ثابت ومستوى ممتع، لأ. هو يلعب ماتش، ماتشين، وبعد كده يموت 3، 4 ماتشات. لعب ماتش خرافي قدّام ريال مدريد في الذهاب والإياب، جه قدّام باريس لعب ماتشين أوحش من بعض، والنهارده كان أوحش بكتير كمان من الماتش اللي لعبه في استاد الإماراتس. بس كُلّه لعب حوالين الإيه، ال18 باص وأوديجارد يروح، أوديجارد ما أعرفش هو أوديجارد بيلعب إيه، حلّق حوش، هو أوديجارد بيطوف، إيه يا عم كل أمّا ياخد الكورة يقعد يلِف حوالين نَفْسه، إيه ده؟ فين الإبداع، فين إن أنت تعمل الكورة الوحيدة اللي عملها في الماتش كُلّه اللي شاطها first time اللي طلّعها دوناروما في أول الماتش، غير كده ما فيش أي حاجة تاني لأوديجارد، ما فيش أي حاجة تاني خالص. مورينو، حنكشة، إيه ده؟ ساكا مش عارف يعدّي من مينديز ولا مرّة، ساكا جات له كورة لو جات لأي لاعب تاني في الدنيا يحطّها جول، الكورة اللي بعد 2-1 لو حطّها الماتش اتقلب. لعيبة تحس إن هي ما عندهاش الدافع، مدرب حزّوق بس عمّال يحزق من برّه ويعمل كده ويعمل كده، ما فيش حاجة، إيه يا عم ده؟ تكتيك، لويس كيلي من أول ماتش وِحِش ما تغيّره من بدري، هو سبب حاجات كتيرة أصلًا، سبب ثغرات دفاعية كتير وسبب ضربة الجزاء، ما تغيّره يا عم، عندك زينشينكو برّه وعندك كالافيوري، عندك لعيبة ما تغيّر، هو أنت خلاص؟ لأ، 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 بصراحة أرسنال لا يستحق. أنا امبارح كنت باقول نِفْسي أرسنال، أنا مش باشجّع أرسنال، بس أنا كنت باقول نِفْسي أرسنال يوصل، لا أرسنال لا يستحق، لا يستحق بكل المقاييس، بالمستوى المُقرف ده، بمستوى الفريق العِرّة ده، لا يستحق. مدرب كلامنجي، مدرب عمّال بيهوهو بس وهو واقف برّه على الخط وفي المؤتمرات الصحفية، على أرض الملعب ما فيش إبداع، ما فيش نتيجة، ما فيش أي حاجة. ده النهارده أسوأ مباراة لباريس سان جيرمان في البطولة كلّها. واللي اتفرّج على ماتشات باريس سان جيرمان في الماتشات كلّها بتاعة دوري الأبطال، لأ، أسوأ مباراة النهارده باريس سان جيرمان. أنت لو أي فريق تاني لعب باريس سان جيرمان بالمستوى ده كان كسبه. هاسمع ناس هتقول لي: "يا عم أنت بتاع ليفربول ما هو كسبكم في الأنفيلد." لا يا حبيبي، هو ما كسبناش في الأنفيلد، إحنا خرجنا بضربات جزاء، هو حَط جول
جول كده جه أي كلام يعني خطأ وبتاع، بس أنا قبليها أنا ماسك باريس في أول ربع ساعة غاسله، والشوط التاني كله غاسله، الكورة بتيجي في القائم والعارضة ودوناروما وجول بييجي بيتلغي أوفسايد والكورة مش عايزة تدخل بتيجي على الخط وتخرج، وصلنا ضربات الجزاء، معانا واحد معاق اسمه نونيز ضيّع ضربة الجزاء هو وكيرتيس جونز سايس العربيات اللي شغال في الparking بتاع ليفربول مش لاعب كورة، ده اللي خلّانا خرجنا، بخلاف إن ليفربول كان قبليها لاعب السيتي عشان الدوري، لاعب السيتي، لاعب نيوكاسل، لاعب أستون فيلا، ولاعب إيفرتون، وراح بعد كده لاعب باريس سان جيرمان، 4 ماتشات ورا بعض طَح، طَح، اللعيبة دي كانت اتهلكت، راحت وهي في أسوأ مستوياتها البدنية قدّام باريس سان جيرمان. لكن أنت لا يا معلم أنت الدوري اتحسم وأنت رايح تلعب، ده أنت لسه مغروم من بورنموث وكنت بتلعب بالفريق الأساسي، تلات أرباعه أساسي، عشان ناس كتير هتقول لي لأ ما كانش كله أساسي، تلات أرباعه كان أساسي، ورغم كده اتغلبت، قُلنا يمكن النهارده بقى يعمل حاجة، ولا أي حاجة خالص، مش أي حاجة خالص، ساكا مش موجود، مارتينيلي ما جاش، مارتينيلي أعتقد إن هو بيصيف في البرازيل دلوقتي، رايس وِحِش أوي، مورينو حنكوش حنكشة غير طبيعية، أوديجارد بيطوف حوالين نفسه ما بيعملش أي حاجة، صليبة كارثة، واللي يقول لك صليبة واحد من أحسن قلوب الدفاع في العالم، قُل له يا عم اتنيل، قلوب دفاع إيه؟ ده فضيحة، ده لو ريال مدريد بيفكر إن هو فعلًا يتعاقد معاه يبقى ريال مدريد بيشربه، ده فضيحة، صليبة فضيحة، ده كيفيور اللي هو أقل منه في المستوى أحسن منه. لا، 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 لأ، فريق سيء للغاية، للغاية، للغاية بصراحة، أرسنال لا يستحق، وعلى النقيض باريس بيلعب يعني بهدوء أعصاب، هو اللي عنده الupper hand، أنا كسبان هناك 1-0 محتاج إن أنا بس على الأقل إن أنا أخرج 0-0 تعادل أو أجيب جول، وفعلًا جاب جول عن طريق فابيان رويز في الشوط الأولاني، وبعد كده في الشوط التاني هو سايب لك الكورة، خُد يا عم الكورة أهي، أنا مش عايزها لو هتعرف تعمل بيها حاجة، لأن أنا عارف إن أنت فريق هَفَق ومش هتعرف تعمل بيها حاجة. كمان، حتى الكرات الثابتة اللي كان أرسنال متخصص فيها، حتى دي كمان بقى وِحِش فيها. وبعد كده ضربة الجزاء اللي جات في إيد لويس كيلي، كورة ما لهاش لازمة يا راجل، ده كورة وِحشة أوي وكورة ضعيفة جدًا، جدًا، ومش هتخش جول وبتاع، بتعمل إيدك كده بتستريتش ليه، هو أنت بتلعب يوجا؟ إيه ده؟ ضربة جزاء وضاعت، يعني حتى دي ما جاتش، ضاعت، صدّها رايح. بعديها تفوق بقى الفريق، لا ما فيش، نفس المستوى السيء، نفس الأسلوب السيء، نفس اللعب اللي مش ممتع وما فيهوش أي creativity، نفس الطريقة اللي مش هتجيب لك أهداف، بتلبس الجول التاني، خلاص باريس قال لك تمام كده يا باشا أنا مجموع الماتشات 3-0 مش عايز حاجة. ساكا جاب جول وضيّع بعديها جول بس صباح الفل، 3-1 يعني ولا حاجة، خلص الماتش وشكرًا، وباريس إلى النهائي. لا، لأ، أنا مش هاتكلم عن الماتش كتير، لأن بصراحة الماتش كان وحش أوي، أنا ما اتبسطتش بيه، يعني ماتش هربان من الدوري المصري الماتش ده، يعني حاجة كده من العشوائيات، يعني ده ما ينفعش يبقى ماتش نُص نهائي دوري أبطال بصراحة، يعني الفرقتين، يعني إن كان باريس اتأهل، بس باريس النهارده مش حلو خالص، 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 إن هو يوصل للنهائي، وأرسنال طبعًا لا كلام عليه يعني فريق عِرّة زي ما أنا قُلت. خلاف بقى في نقطة سريعة كده عايز أتكلم عليها، الكاميرا جات على تشيفرين وهو قاعد جنب طبعًا ناصر الخليفي، وإحنا عارفين إن هُم أصحاب وشقايق وبيحبوا بعض وبيعزّوا بعض وبتاع. بُصّوا يا جماعة أنا مش من مؤيدي نظرية المؤامرة أصلًا خالص، ولا بافكّر فيها ولا باحبها، بس في حاجات كتير كده بدأت تبان. باريس بقى له كام سنة بيحاول إن هو يكسب دوري الأبطال ده بكل الطرق. تشيفرين ده اللي ما يعرفوش هو رئيس الويفا، وتشوفه النهارده قاعد تحس إن هو واحد من ألتراس باريس سان جيرمان. كمان الكلام بتاع الجريدة الفرنساوي الFrance Football لمّا طلعت اتكلمت على إن عثمان ديمبلي هو المرشح الأول للفوز بالبالون دور، تبدأ تفهم وتعرف إن في لعب كبير أوي من تحت الترابيزة، وفي تظبيطات إن الدنيا تمشي. وأنا بعد اللقطة دي أخشى إن يبقى الماتش النهائي ما بين باريس وإنتر متضبّط أو هيبقى في تضبيطات من حكام وفي من الويفا إن باريس ياخد البطولة، علشان يبقى ناصر الخليفي عمل اللي هو عايزه وراشش ودافع مبلغ محترم. أنا ما باقولش إن دي ظنون أنا، ممكن أكون غلطان، ممكن أكون مخطئ، إن بعض الظن إثم، ولكن أنا بالمنظر اللي أنا شايفه كده شامم ريحة مش حلوة في الحوار. بس حبيت أقول الكلمة دي في الآخر يعني، بس طبعًا خلاص
يعني هو الماتش انتهى، هنشوف الأيام الجاية هتحصل إيه. أتمنى إن ربنا يخيب ظني وكل اللي أنا قُلته في آخر نقطة دي ما يبقاش حقيقي. يعني ده كان الماتش، وده كان ماتش سيء، وأرسنال فريق سيء. أرتيتا ما لكش كلام بقى كتير، عندك أخطاء كتير، أنت اللي ما تعاقدتش مع مهاجم، وأنت اللي ماشي بنفس الأسلوب بتاعك. في لعيبة تلعب المفروض تلعبها ما بتلعبهاش، في لعيبة المفروض ما تبقاش موجودة في النادي زي رحيم ستيرلينج وزي لعيبة كتير وزي وايت وزي، وأنت اللي مصمم، فما تلومش إلا نفسك، هي وإدارة أرسنال ومشجعين أرسنال. ربنا يكون في عونكم مع الفريق العِرّة ده، مع الفريق المقرف ده. بصراحة فريق لا يستحق أي حاجة. وأنت النهارده لو خرجت، يعني طب مش لو خرجت، أنت already خرجت أهو. أنت فقدت الدوري، فقدت الكاسين سواء الCarling Cup أو الFA Cup. يعني أنت خارج بموسم صفري على النقيض. توتنهام ومان يونايتد 15 والّا 14، لو واحد فيهم وصل لنهائي اليوروبا ليج وكسب البطولة فهو عمل إنجاز. عندك تشيلسي لو كسب الكونفرنس ليج هو عمل إنجاز، وعندك المان سيتي لو كسب الاف اي كاب هو عمل إنجاز، وليفربول طبعا كسب الدوري. يعني في فرق أقل منك بكتير لو كسب بطولات هتبقى عملت إنجاز، وأنت يا عم الجعجاع يا عم الحزوق اللي ال 24 ساعة بتقعد ترغي في المؤتمرات الصحفية يا عم أرتيتا والهبل والكلام اللي أنت بتقعد تقوله ده، خارج بموسم صفري ولا أي بطولة، وعمّال بس تقول إحنا أحسن فريق وإحنا بتاع. يا عم اتنيل. ربنا يكون في عون مشجعين أرسنال. يعني ده كان فيديو النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة. أشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.